كولر بيقابل مشكلة كبيرة في السكواد بتاعه. مستر كولر داخل مباراة استاد أبيجان على الورق بمهاجم وجناح فقط، وسام أبو علي وحسين الشحات. بس هنا بيبان دور المدرب هيعمل ايه وهيتصرف ازاي. ايه الحلول اللي في فريق الاهلي ممكن كولر يشتغل عليها؟ الحل الاول امام عاشور. هيوظفوا كولر جناح شمال ولعبها امام كتير مع الاهلي، وكان مؤثر في المكان ده. لعب جناح قدام سيراميكا كليوباترا في كاس السوبر وعمل هجمة عنترية واحرز هدف. واخرها كان في مباراة سموحة، لعب جناح ومهاجم وهمي وقدر برضه يحرز هدف وفرقع البالونة. مش موضوعنا دلوقتي. ولازم كابتن كولر في موقف زي ده وظروف زي دي يستغل ويبص على قطاع الناشئين. لو ما كنتش هتحتاج من الناشئين في الوقت ده، هتحتاج امتى؟ الظروف دي اللي بتصنع اللعيبة، ولازم يبقى في تدخل من الإدارة في الموضوع ده. أنا عامل قطاع ناشئين وبصرف عليه ومدربين على أعلى مستوى ومدير أكاديميات ولاعيبة كتير،